السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف هيام وأنور الاتنين متجوزين عملوا ايه في بعض بعد الطلاق. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، وبعد ما نتطلق يبقى خلاص بقى، يعني زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ومحدش فينا يأذي التاني. تعالوا نشوف بقى هنا ايه اللي حصل ما بين هيام وبين أنور. هيام عندها 35 سنة وأنور جوزها عنده 40 سنة، والخناق كان بيزيد قوي بينهم وبالذات في الفترة الأخيرة، بالرغم إن هم مخلفين وعندهم عيال. وكانت تاخد بعضها وتروح تغضب عند أمها والناس يصالحوها والأهل يصالحوها على جوزها، ولكن برضه كان الخناق مستمر من جوزها ليها، لغاية ما خلاص قرروا إن هما الاتنين ينفصلوا عن بعض واتطلقوا الاتنين. وبدل ما تقعد في شقتها لان هي حاضنه معاها عيال، لا، خدت ولادها وراحت قعدت عند امها وابوها. هل هو بقى كده يسكت انور؟ لا، ما سكتش. اللي حصل هنا ان في يوم من الايام واحده اتصلت بهيام قريبتها وقالت لها الحقي الصور اللي انا شفتها ليكي على السوشيال ميديا على المواقع. ايه الصور دي؟ وريني كده، ابعتها لي. لقت ليها صور وهي كانت قاعده في اوضه النوم مع جوزها، وهي في المطبخ، وهي في الصالة، وهي نايمة على السرير وهو مصورها وهي مش واخدة بالها. وكانت لما بتاخد بالها ان هو بيصورها كانت تقول له ليه كده بتصورني؟ ليه؟ اوعى تعمل كده. يقول لها لا، ده صور ليا انا وعشان اتفرج عليها وانت مش موجودة ومش عارف ايه وكده. وكانت مدياله الامان للاسف. لغاية هنا لما شافت الصور اتجننت وخدت الموبايل ودخلت لابوها قالت له بص ده فضحني. بص جوزي عامل ايه. طبعا الاب لما شاف كده قال لها طب وانت ليه كنت تخليه ان هو يصورك؟ قالت له انا كنت مدياله الامان مش جوزي. الراجل بقى مش قادر ينزل الشارع، المنطقه كلها طبعا الناس ده شاف وده شاف وده بيتفرج، والراجل بقى مش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي. امها عملت ايه هنا؟ قالت لها بقى سيبيني انا هتصرف ازاي. راحت لثلاثه اصحابها، شاديه وغاليه وام هنا، الثلاثه، حكت لهم، قالت لهم يرضيكم اللي حصل دوت؟ شفتوا عمل ايه ببنتي؟ قالوا لها لا طبعا ما يرضناش، وشوف انت عايزه نعمل ايه واحنا نتصرف معاه. قالت لهم بس انا عايزه واحد، عايزه راجل واد ذكر. قالوا لها عندنا شوقي. شوقي ده تديله مثلا قرشين كده 5000 جنيه ولا حاجه، لو قلت له امشي على الحيط هيمشي. قالت لهم هاتولي الحقوني بيه. جابوا شوقي دوت، وقالت له حكت له على كل حاجه، وقالت له هديك 5000 جنيه وقتي تعمل لي كذا 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 في الجدع ده، هنشوف بقى كذا كذا ده ايه. قال لها مفيش اي مشاكل. المهم كان جوزها ما بيخرجش من البيت، اقنعت جوزها ان هو ينزل يروح عند اخوه ولا حاجه ويقعد بره في البيت يعني يخرج من البيت كده طول النهار 3 4 ساعات بس كده لغايه ما تقضي الحاجه اللي هي عايزه تعملها. هتعملي ايه يا ماما؟ قالت لها اسمعي شوفي بقى انا هعمل كذا كذا كذا. ايه هو كذا بقى ده؟ خد بالكم بقى هنا. جت ليا شاديه وغاليه ديت ومهند الثلاثه اصحابها، وجي شوقي وقعدوا، وهي بقى اتصلت بيه وقالت له ليا امها اتصلت بانور، قالت له ينفع كده يا حبيبي اللي انا شايفاه كده على السوشيال ميديا كده تفضح مراتك وكده مش عارف ايه؟ مش دي برضو كانت مراتك في يوم من الايام وام ولادك، ازاي تفضحها وازاي مش عارف ايه؟ قال لها انا ما عملتش كده. اللي عمل كده انا كنت الموبايل بتاعي كان بايظ. الموبايل ببتاعي كان بايظ ووديته لواحد عشان يصلحه، ومره واحده لقيت الصور دي انتشرت. ولكن لا طبعا هو كذاب، لان كان في ارقام بتتصل بيها، كان منزل ارقامها على السوشيال ميديا، الناس تتصل بيها كل شويه، حد يتصل بيها يقول لها انا عايزك انا مش عارف ايه، الساعه بكام ومش الساعه بكام. طب لو هو ودى الموبايل عند حد، لو ودى الموبايل عند حد يصلحه، منين الناس هتتصل بيها؟ فطبعا هم هنا عارفين ان هو كذاب. قالت له طب يا ابني اللي عمل كده واللي بينشر الصور ديت اديله انا هديله 5000 جنيه، تعالى خدهم مني وخليه ان هو يمسحها. هو طبعا اول ما عرف ان الموضوع فيه فلوس قال لها حاضر من عينيا وربنا يهدي الحال ومش عارف ايه. قالت له خلاص انا مستنياك هتيجي امتى؟ هجيلك الساعه كذا. يعني كان خلاص بقى اوام ما فيش ساعه، كان ايه، كان رايح لها. دخل لقى الثلاث ستات دول قاعدين وانور ده قاعد، وقفلوا الشقه وراحوا واخدينه دخلوه على اوضه النوم. واللي اسمه انور بقى ده قام معاه بالواجب، يعني قلعه وبتاع وكده ونام جنبه وبتاع. وبدات الوليه تصور اللي هي ام مين؟ ام هيام. وهيام كمان راحت جايبه عصايه وبدات تحط العصايه في ماشي. ويعني خلاص خلوا بقى عرضه، يعني مش عايز اقول بقى الكلمه يعني عشان خاطر عيب. المهم بعد ما خلص هو بقى لقى ان الموضوع كده، يلا بقى روح على امك بقى اتفضل.
وزي ما انت بقى فضحت بنتي شوف انا كمان هعمل معاك ايه. طبعا هتفضحه هي كمان. هو بقى لقى بعد ما مشي لقى ان الدنيا خسرانه كده، هو فضحها وهي كمان هتفضحه وتبقى لا، خد بعضه وراح طالع على الاسم على طول وراح مبلغ على اللي حصل له كله. وتم القبض على الثلاث ستات اللي هم اصحابها، صحاب امها، وعلى امها، على ام هيام وعلى هيام. تمام. وخدوا الموبايل اللي معاهم اللي هم كانوا واخدينه من انور، ولقوا ان كلامهم صحيح ان هو كان نشر الحاجات ديت. تمام. ولقوا على الموبايل بتاع حماته ان هي مصوراه، وراحوا ساعتها على طول، هو اول ما بلغ راحوا رايحين على البيت في ساعتها، لقوا لسه الثلاث ستات كانوا قاعدين، وانور ده كان قاعد عشان لسه هتحاسبه، ودخلوا ولقوا الحبل على السرير وحاجات كده وبتاع، والشومه اللي هي كانت ماسكاها في ايديها ولا العصايه كانت ماسكاها في ايديها. يعني اتقبض عليهم واتحكم عليهم كلهم، كل واحد فيهم ب7 سنين. ليه ده كله كان من الاول؟ ليه الاتنين اتطلقوا؟ كنت كل واحد فيكم راح في حاله وخلاص. ولكن لا، هو ما سابهاش في حالها، نشر الفيديوهات بتاعتها. تمام. او الفيديوهات اللي كانت معاه، وكمان نزل الرقم بتاعها على السوشيال ميديا ان البني ادم ان دي كذا كذا، ان انا الساعه بكذا ومش عارف ايه. ناس كل شويه يتصلوا بيها كل شويه يتصلوا بيها. فطبعا هنا كانت واقعه جامده جدا. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.